السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. الدعاء إلى أخواننا في غزة، اللهم انصر أخواننا في غزة، اللهم ارعاهم يا رب، اللهم حافظ عليهم يا رب، اللهم اسحق عدوهم، اللهم دمر عدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا في السودان، اللهم هدي نفوسهم يا رب، اللهم باعد بينهم وبين الشياطين الانس والجن، اللهم احفظهم وارعاهم وحافظ عليهم يا ارحم الراحمين. اللهم اطعم جائعهم واشف مرضاهم وارحم شهداءهم جميعا في السودان وفي غزة، وارفع مقتك وغضبك عن الأمة العربية يا رب العالمين. جمهور خط الدفاع، عدنا إليكم بعد مسافة ليست بالقليلة في الغياب عنكم وعن هذه الوجوه الكريمة، ولكن لظروف ما، ولكن زي ما انتم شايفين ما فيش حاجة تخص الأهلي خاصة، وهذه القناة انشئت للدفاع عن الأهلي فقط لا غير. سيد عبد الحفيظ يسابق الزمن للتعاقد مع الصفقات قبل 20 ديسمبر هذا الشهر، وفعلا عبد الحفيظ من قبل فترة وهو شغال على الصفقات ديت، وعلى رأسهم ديباتي وبابلو صباغ والنعيمات أخيرا وبالعمري، والباك ليفت بتاع المغرب الشباب اللي خد بطولة كأس العالم اللي هو الزهواني. ولكن مشكلة سيد عبد الحفيظ انه الوقت لا يسعفه، وهو يحارب الزمن من اجل ابرام وسرعة وتعاقد مع هذه الصفقات. تروب ايضا له رأي وله قرار، ولذلك عبد الحفيظ ليس منفردا في القرار، وانما بياخد رأي تروب ورأي المشرف العام والمسؤول الأول محمود الخطيب. وطبعا في هذه التعاقدات وهذه الأمور موجود مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وليد صلاح الدين، الموهبة الفذة في كرة القدم. لكن عدد الأجانب في الأهلي هو اللي معطل المشكلة مع سيد عبد الحفيظ، لأن سيد عبد الحفيظ مش عارف مين هيمشي ومين هيقعد. هل داري هيمشي؟ هل جراديشار هيمشي؟ هل ديانج هيجدد؟ ديانج زي ما انتم شايفين عين في الجنة وعين في النار، مش عاوز يسيب الاهلي عشان الجماهيرية والبطولات، وعاوز يروح الفلوس في السعودية او في اي دولة خليجية، ولكن الوضع صعب عليه على سيد عبد الحفيظ في هذا الموضوع، انه عندك 3 اجانب مفروض يبقى فيهم قرار. تاني شيء بابلو صباغ، مشكلة ان جواز سفره الفلسطيني برضه مأثرة على سرعة التعاقد وإنهاء الموضوع معاه، لأن الأهلي هيجيب 2 مهاجمين وليس 1 مهاجم، هيجيب 2 مهاجمين. زي ما انتم شايفين الأهلي داخل على بطولات كبيرة جدا، الدوري المصري وكأس مصر وبطولة أفريقيا، وده اللي مؤهلك إلى بطولة كأس العالم ثم كأس كونتيننتال ثم السوبر الافريقي اللي بيدخلك موارد وبيدخلك عمله صعبه. لذلك الاهلي يبحث بقوه ويتشاور مع السفاره الفلسطينيه في القاهره لاصدار جواز سفر الى بابلو صباغ، لانه والدته فلسطينيه من جد فلسطيني، والسفاره الفلسطينية هي من أقرب السفارات إلى النادي الأهلي في السفارات والبعثات الدبلوماسية، رغم أن وكيله الساعاتي قال إنه معاه جواز سفر فلسطيني، ولكن الأهلي بيقول لك لا، الراجل عنده جواز سفر سوري وعنده جواز سفر كولومبي، وبيسعوا الآن ل استخراج وجواز سفر لبابلو صباغ. واحنا شفنا بعد المقاطع اللي على اليوتيوب ما شاء الله مهاجم قوي جدا هو وديباتيه، ونتمنى ان شاء الله الاثنين يكونوا موجودين فعلا لكن يجب على إدارة النادي الأهلي سرعة التعاقد مع بابلو صباغ، وتتحرك في موضوع الجواز بهدوء، لكن تعاقد معاه وخليه واضمنه
خليه يوقع العقد وخلي العقد في جيبك. قول له اتفاق شرفي وضمني انه لو ما طلعتش جواز السفر هندي لك العقد بتاعك وخلاص. كده كده مش هنقدر ناخدك في حالة في يعني عدد لاعب تحسب انت لاعب اجنبي او كده. لكن تباطؤ الاهلي ويعني عدم سرعة لما بشوف مهاجم او مدافع او كذا لاعب عاوزه ويتأخر فيه بيفتح عيون كل الأندية المنافسة سواء في الخليج سواء في مصر زي بيراميدز سواء كذا، انه يبدأ يتعامل معاه ويعلي عليك ويخلي اللاعب ده بعد ما كان ملوش سعر يبقى له سعر بسبب ان دخول الاهلي عليه. فلذلك لابد من تغيير سياسة التعاقدات في النادي الاهلي وسرعة التعاقد مع اي لاعب. خلاص الاهلي شافه انه كويس وعرض على المدرب والمدرب قال كويس، بسرعة تعاقد وخلص. عشان اللي بيحصل ده لسه عاوز تاخد رأي ولي صلاح الدين ومحمد يوسف والخطيب وفلان وفلان. يا عمي طيب ليه ما بنستعينش بواحد زي ربيع ياسين؟ راجل عينه كويسة وعمره ما مسك منتخب من منتخبات الشباب إلا ما بيلف مصر كلها وبيجيب لعيبة ويصدرها للأندية وبيخلي المنتخب على سنجة 10 لأنه عينه كويسة. لماذا ربيع ياسين ليس له وظيفة في النادي الأهلي؟ لماذا ربيع ياسين لم يستعان به في النادي الأهلي؟ لماذا ربيع ياسين مغضوب عليه من إدارة الأهلي؟ ما الذي فعله ربيع ياسين؟ هذا الشخص المحترم الخلوق اللي خلى شوقي السعيد يعتذر لجماهير الأهلي وإدارة الأهلي والكيان للنادي الأهلي لما قال له انت بتعمل اللي انت بتعمله ده حرام وانت هتقابل وش كريم وربنا هيحاسبك على اللي انت بتعمله. خلاه طلع اعتذر وطلب السماح وكلام من ده. طب واحد بيحب النادي الاهلي وعمره ما اتكلم كلمه وحشه زي مجدي مقشه ولا مصطفى خرم ولا الناس دي، لماذا لم يستعين بيه النادي الاهلي؟ لماذا لم يستعين باسم عرابي؟ لماذا لم يستعين بالناس اللي بتعرف تختار لعيب وبتعرف تجيب لك لعيب كويس؟ الاهلي الان يا جماعه محتاج عيون شوافه، عيون زي عبد البقال الله يرحمه. عاوزين حد مكتشف مواهب يتعين. ليه ما تعينش ربيع ياسين بمنصب مكتشف مواهب وتخليه يلف على كوره مصر وعلى نجوع مصر وعلى مراكز مصر وعلى محافظات مصر ويدور لك على لعيبه ويجيبها؟ ما يعني في اسئله غريبه جدا، يعني انه اداره الاهلي تكون بهذه الطريقه والتعامل مع عظماء زي ربيع ياسين. الاشبال حمزه عبد الكريم وبلال عطيه والناس ديت الاهلي طبعا مش هيقف في طريقها، لكن لازم الاستعانه بافضل من كده. عاوزين اداره لقطاع الناشئين تخلي قطاع الناشئين في حته تانية، يصدر مجموعه لاعبين لبره زي ما قال الرئيس السيسي. عاوزين 60 واحد زي صلاح. يا عم احنا عاوزين 600 واحد من 60 واحد. ليه ما يكونش ده؟ احنا مصر. لكن الإدارات لازم تتعاون ولازم تصدر ولازم تشتغل على هذا الموضوع. هتستفيدوا. حطوا شروط وحطوا عقود. يعني حمزة عبد الكريم لو راح لبرشلونة وبلال عطية راح فريق أرماني وإلى آخره، الأمور هتبقى برضه لصالح النادي الأهلي ماديا. يعني مش لازم إن الأهلي يحطه يلعب في النادي الأهلي، استفيد منه ماديا طالما ابن النادي. أتمنى إن الأمور دي تتغير، وأتمنى أن أشوف ربيع ياسين في النادي الأهلي له منصب وله دور إداري أو فني يستفيد به الكيان وتستفيد به فرقة الكرة. عبد الحفيظ يقدم عرضه للثلاثي حسين الشحات وعبد القادر وأحمد كوكا. المبالغ تتراوح ما بين 15 إلى 20 حد أقصى. حسين الشحات أعتقد ما عندوش أي مشكلة في الأمور المادية، لكن هناك خلاف في السنوات. حسين الشحات عاوز 3 سنين، 2 والسنة الثالثة بالتراضي بس يشيل نسبة المشاركة. أحمد عبد القادر طالب 30. كوكا لسه بيفكر ولسه بيسوح ولسه بيسوف ولسه بيفكر الأخ. فأعتقد أن سيد عبد الحفيظ اداهم أسبوع وقال لهم لازم تردوا علينا خلال أسبوع وإلا الأهلي سيتخذ إجراءاته ويقول لك اتفضل مع السلامة، شوف هات عقد وربنا يوفقك إن شاء الله. عبد الحفيظ قدم العروض وعرضها على اللاعبين وزي ما احنا قلنا اداهم أسبوع. طب ليه اداهم أسبوع؟ لأنه خلاص انت في فترة القيد اللي جاية دي في يناير، خلاص فاضل عليها 20 يوم. فعشان الأهلي يعرف مين اللي معاه ومين اللي هيمشي ومين اللي هيقعد، وكمان ترب
يكون عارف ان ده مستمر او ده مش مستمر، وهكذا الامور تدار في النادي الاهلي. طيب، طبعا يا جماعه حال الزمالك لا يسر عدو ولا حبيب، ولكن لابد ان تعلموا ان هذه مؤامره مدبره من مجلس لبيب وشركاء مجلس لبيب واللي معاه. قصه الزمالك ما فيهوش فلوس دي نساها. قصة فسخ العقود ديت مرتبة ومنظمة علشان يضغطوا على الدولة وعلشان يخلوا الدولة ترجع لهم الأرض تاني. وامبارح طلع وزير الإسكان وقال لك مستحيل الأرض ترجع تاني، هنديكوا أرض بديلة. هم عاوزين الأرض دي بالذات. ليه؟ لأنهم قابضين يا باشا عليها، فهيروحوا في 60 داهية. لكن لو الأرض موجودة هتعدي، كل واحد دفع هياخد حقه وهياخد اللي هو اشتراه والدنيا تمشي. الزمالك معاه فلوس، محدش يقول لك مش معاه فلوس. يعني انت خلي بالك ايقاف القيد ده على 10 مليون هيدفعهم اي حد من رجال الاعمال اللي موجودين. لكن هم عاوزين يصدروا للدوله انه احنا عندنا مشاكل والنادي هيفلس والنادي هيقفل، عشان الجمهور يعفو عنهم في اخطائهم وفشلهم. العقود اللي بتتفسخ دي لعيبه هم اشتروها، ولعيبه لم تثبت وجودها، ولعيبه فشلت. فمش معقول هيقول لك يعني اشترينا لعيبه وفشلوا معانا، فيعملوا يقول لك سيبهم مش هنديهم فلوس، فهيفسخوا، فقدام الجمهور فسخوا عشان النادي ما فيهوش فلوس، فيضغطوا على البلد ترجع لنا الارض، فالدوله ومؤسساتها تخضع لضغوط الجماهير وترجع الارض. لكن قفلها امبارح بالضبه والمفتاح. لذلك هيطلعوا يعيطوا ويلطموا ويقول لك الارض والكلام وكل الكلام ده. وصدقني قبل القيد ما يقفل بتاع يناير هيكونوا دفعوا الغرامات اللي عليهم، وهيفتحوا القيد وهيشتروا اللعيبه. هم باعتين عرض لحامد حمدان، وباعتين عرض لهادي رياض، وباعتين عرض لمش عارف مين، وهيجيبوا ناس من بره وبفوضوا عبد القادر وبيعملوا كذا، وهيدوا فلوس مقدم لعبد القادر عشان يوقع معاهم. عندهم فلوس، لكن هم بيصدروا للجمهور ان النادي مفلس، وادي السبب اللعيبه بتستقيل او بتفسخ العقد وبتمشي، واحنا مش معانا فلوس، فالدوله تخضع وتديهم الارض تعمل لهم اللي عاوزينه. لكن سياده الوزير، فينك يا سياده الوزير من كل ده؟ فين الرقابه الاداريه بتاعتك؟ فين الرقابه الاداريه بتاعت الدوله؟ فين الاداره بتاعت الزمالك؟ فين اللعيبه اللي فسخت دي واتفسخت دي؟ محدش يقول لهم انتوا رايحين فين وجايين منين؟ يا جماعه الحقوا الزمالك. طيب مش مشكله، بلاش تحاسبوهم، يعني بلاش تسجنوهم على التزوير، بلاش تسجنوهم على التدليس، بلاش اي حاجه، لكن الحقوا الزمالك. الزمالك بيضيع. لو بيحصل مع الزمالك ده حصل في اي نادي اخر، كان الوزير هيسكت؟ كان الوزير هيسيبهم كده؟ كان الاعلام هيسكت؟ كان الوزاره هتسكت؟ يعني لا اعلاميا ولا وزاريا ولا اداريا. اين الاعلام الفاسد من كل اللي بيحصل في الزمالك ده؟ ليه ما بتكلموش عليه؟ ليه ما بيقولوش المجلس ده فاشل؟ ليه بيصدروا ان الحكام مش عارف بتحكم للاهلي، وان المظلوميه وادعاء المظلوميه والدوله ظلمانه والاهلي نادي الدوله والدوله خدت الارض بتاعتنا واللي احنا هنعيش ونموت عليها؟ تمام، من 2003 معاكم ما عملتش بيها حاجه. ليه الاعلام ما بيتكلمش؟ لانه اعلام مدلس واعلام منافق واعلام فاسد واعلام سيء للغايه. اوسخ ما وجد في مصر هو الاعلام الرياضي. نيرة الاصفر طلعت بتقول لك ايه؟ ليه شوبير ما جابش كولر زي ما جاب فيريرا؟ طب هو حر، هو شوبير يجيب اللي هو عاوزه، انت مال اهلك؟ انت مالك؟ انا راجل اعلامي، انا اجيب اللي انا عاوزه، اجيب فيريرا، اجيب بريرا، اجيب كولر، اجيب. وبعدين هيجيب كولر يقول له ايه؟ طب هو جاب بريرا لان بريرا مشي من الزمالك وما خدش فلوسه، انما كولر كان قاعد في بيته في سويسرا وبياخد فلوسه. هناك فرق بين نادي عملاق ونادي قزم. انتوا اقزام، مع احترامي لنادي الزمالك وجماهيره، لكن انا بكلمك على الاداره. اداره نادي الزمالك دي اقزام كلهم. واحد تاني عبيط بيقول له ايه؟ طب انا عاوزك بقى يا شوبير تجيب حسام غالي وتقول لنا هو ليه مشي من الاداره، ولو ما جابوش هو حر، ولو جابوا عادي.
لأن الأهلي يلفظ الفسدة، وحسام غالي فاسد أمثالكم، لذلك الأهلي لا يستطيع أبدا أن يصمت على فاسد. حسام غالي مين ده؟ تاني حاجة شوبير هو حر يجيب حسام ما يجيبوش. تالت حاجة وانت مالك انت حسام غالي مشي ازاي ولا مشيش ازاي؟ هو شغال في نادي أبوك؟ ده كان في النادي الأهلي، انت مالك وماله؟ الله أعلم. طيب لو حسام غالي جه مع شوبير، اتحداكم لو طلع اتكلم بخطأ او بسوء على إدارة النادي الأهلي، لأنه مفيش. فلو طلع يتكلم بكذب الإدارة هترفع عليه قضية وهتحطه في السجن، فمش هيقدر يتكلم. فبالتالي عادي جدا جه حسام، طلع حسام، نيل حسام، مفيش مشكلة يعني. لكن انت مالك شوبير يجيب ما يجيبش، انت والأصفر بتاعتك. إدارات الزمالك بيقعدوا مثلا القناة بتاعتهم يقعدوا يشوفوا مثلا شوبير بيقول ايه، قناة الأهلي بتقول ايه، مباراة سيراميكا الحكم مش عارف عمل ايه. ده ناسيين الفشل بتاعهم. يا جماعة يا جماعة دوروا على الفشل بتاعكم، خليكم بقى انتوا تقولوا يعني تناموا في الفساد تصحوا في الفساد، واحنا عايشين ان شاء الله بناخد بطولات وانجازات. وخليكم انتوا تقولوا مظلومية وسمسمية والحاجات الجميلة بتاعتكم دمية فسدة، واحنا ايه شغالين ناخد بطولات. لكن انا اللي بيغيظني الاعلام المعرض ده اللي ما بيتكلمش اي حاجة خالص عن الزمالك. إدارات الزمالك المتعاقبة هي سبب فشل الزمالك، ودمار وديون وخراب الزمالك هم سبب فيه. لكن عندهم بقى الإدارات دي عندهم إيه بقى؟ عندهم إعلام بيطلع قوي جدا، بيقعد يدافع عنهم ويبرأ لهم ويحط لهم المظلوميات والحكام والدنيا. أمثال بقى الهجاص والمهياص والكذاب والهلفوت والناس دي كلها وميدو خرابة وعبد شافي وعبد سميع وكل الناس دي كلها. اختلاسات الزمالك واضحة للجميع. تذاكر المباريات بتاعت الأهلي 54 مليون، تذاكر الزمالك 400,000. حد اتكلم معاهم؟ لا. طب الإعلام تكلم؟ لا. طب حد جاب سيرتهم؟ لا. يقول لك الدوري والحكام مباراة سيراميكا. لغاية النهاردة خالد طلعت الأقرع بيتكلم عن مباراة سيراميكا ومحمود البنا. لغاية النهاردة جايب لك مباراة مش عارف منين، حكم ألماني ولا أسباني، ويقول لك. فدول ما بيتكلموش في الحاجات دي، ما يتكلموش انه فين يا جماعه ال 50 مليون بتوع الجماهير. لا، ما حدش يتكلم فيها. يتكلم على لمسه يد في مباراه سيراميكا في كاس السوبر. النادي بينهار، النادي بيتدمر الزمالك، ودول شغالين لجان لصالح اداره الزمالك وبيقبضوا عليها. فاكرين اتي ساعات يا خطيب؟ فاكرين الهجاص والمهياص والناس دي كلها اللي كانت هتتكلم والهلفوت كل الناس كانت تقول لك هات الساعات يا خطيب. دلوقتي بقى مفيش حد بيقول لهم هات الفلوس يا لبيب بتاعت التذاكر، مفيش. تم تزوير عقد حسام عبد المجيد علني. اين الرقابه؟ فين اتحاد الكوره المزور؟ فين اتحاد الكوره الفاسد؟ كريم رزق الله موقع بصراحه جاب الموضوع من اوله لاخره. طب الاعلام تكلم فيه؟ محدش يقدر. طب يا جماعه شوفوه صح ولا غلط؟ محدش يقدر. طب نادي الزمالك بعد اللي ربنا بيعمله فيه ده هيروح فين بعد كده؟ هيروح فين تاني؟ لو ده في الاهلي كنتوا هتشوفوا يا جماعه الاعلام ده بيقول ايه. ده خلى شيكابالا يقول للبيب وجماعته مش قادر على الشيله، امشي، مش قادرين تعملوا حاجه، مع السلامه. قال لهم كده، هو اللي مش قادر على الشغل يمشي. ده بنتايج فسخ عقده مع الزمالك وراح خطب وراح عقد عقده على بنت احمد سليمان. فسخ من هنا وعقد من هنا، والزمالك بيضيع واللجان شغاله الاهلي وسيراميكا. خالد طلع ايه، حط لك بوست وقال، سالت واحد مغربي صحفي صديقي قلت له ليه عملتوا كده مع الاهلي؟ قال لي يعني الراجل طفل بريء يدافع عن الاهلي. قال له لا، اسال السؤال صح. قال له ليه كده؟ ليه بيعملوا كده مع الاهلي؟ ليه الوداد جماهيره تشتم الاهلي وتتهجم على الاهلي؟
ولعبته؟ ليه الرجاء جماهيره بتشتم الاهلي وبتتعدى على الاهلي ولعبته وده ما حصلش؟ ليه الصفاقسي وما حصلش؟ ليه الترجي وما حصلش؟ ليه الاسماعيلي؟ ليه الزمالك؟ وليه الاسماعيلي؟ وليه المصري؟ طبعا انا رديت عليه على صفحتهم وقلت له لان اعلامكم واعلام الفتنه امثالك هم اللي زرعوا في عقول الاسماعيلويه ان الاهلي بيفضي الفريق، وفي عقول المصري البورسعيدي ان الاهلي بيفضي الفريق، مع العلم ان اكتر فريق اشترى لعيبه من الاسماعيلي والمصري في التاريخ الكره المصريه هو الزمالك. لكن وبورسعيد شفتوا انتوا الحادثه بتاعت 73 شهيد او ال 74 شهيد، واللي كان سببها الغندور الله ينتقم منه، خالد الغندور اللي ساعتها طلع على لسان جماهير الاهلي بورسعيد ما فيهاش رجاله، بورسعيد كلها باله، وراحوا حرقوا جمهور الاهلي وولعوا فيه وقتلوهم وذبحوهم بالمطاوي والسكاكين. فانا رديت عليه وقلت له الاسماعيلي عشان انتوا زرعتوا في عقول الاسماعيلويه انه الاهلي بيفضل الاسماعيلي، والمصري بسبب خالد الغندور وامثالكم الفتنه، رؤوس الفتنه في اللي حصل من جمهور البورسعيد. طيب الترجي ولا الصفاقسي ولا الوداد ولا الرجاء بنروح نلعب معاه وبنطلع؟ احنا خدنا كاس افريقيا من قلب الوداد في المغرب والجمهور قاعد يسقف لنا، وجماهير الرجاء غنت للاهلي سطلانه سطلانه على اغنيه طاهر. يعني مش عارف انا اقول لك ايه. دلوقتي هم بيحاولوا يعني ياخدوا الجمهور في سكك بعيد عن مشاكل الزمالك عشان الجمهور ما يحسش بمشاكل الزمالك واداره الزمالك الفشل. ما هو ده اعلام الزمالك، هو شغال على كده. انت دلوقتي قال لك الاهلي بيفضل الاسماعيلي، طب هو الاهلي دلوقتي بيفضل الزمالك. يا ريت جمهور الزمالك بقى يفهم ويستوعب ان الاعلام ده جاي عشان يضلله ويخليه ما يعرفش الحقيقه فيه. عزيز بن تايج لاعب الوداد كان قاعد مع وائل جمعه يوم ماتش الجيش المغربي، قاعد يدافع عن الجيش ودافع عن لعيبه الجيش ودافع عن الجمهور اللي رمى سكاكين وكلام من دوت علنا، وهو اصلا لاعب في الوداد او الرجاء، لكن ده نادي ابن ناديه. يا ريت خالد طلعت الاقرع يتعلم من عزيز بن تايج، من عزيز اسمه ايه؟ بنيك. منتخب مصر بكره هيلعب مع الاردن، وهي مباراة اما ان تكون واما ان لا تكون. عليك ان تفوز على الاردن يا حلمي طولان. حلمي طولان اللي كسر نفس احمد عاطف ربنا هيكسر نفسه في بطولة زي دي. حلمي طولان اللي لم يراعي ضميره في تركه للاعبي بيراميدز يلعبوا بطولة الدوري مع الكهرباء الاسماعيلية. حلمي طولان اللي ما رعاش ضميره بما يرضي الله وقال كلمة الحق ان الاهلي خدوا منه لعيبته وهو بيلعب في كاس العالم للأندية. لذلك لن توفق يا حلمي طولان. طول ما في فساد في اتحاد الكرة ووجود ابو خيبة والمجاهد احمد مجاهد، صدقوني لن تقوم لمصر قائمة ولا قومة في كرة القدم، لانهم فسدة ما يحبوش مصر. اقسم بالله بيحبوا الكراسي بتاعتهم وعمرهم ما حبوا مصر، وهم اللي ورا الكوارث دي كلها. ادي منتخب اهو، لا كوره لا خطه لا جمله لا لعيبه موجوده، اختيار لعيبه بالمزاج وعلى المزاج، ونادي يرفض لعيبته ما تروحش، وحلم طولان خالف ضميره وفساد بالجمله. الولد اللي مات ده في اتحاد السباحه عملوا له حاجه؟ لا. الوزير عمل له حاجه؟ لا. اللجنه الاولمبيه عملت له حاجه؟ ما هو رئيس اتحاد السباحه هو رئيس اللجنه الاولمبيه، هيحاكم نفسه؟ فين الدوله؟ فين حق البطل الصغير ده؟ مفيش، محدش هيجيب له حقه. ليه؟ لان الفساد كله موجود في اتحاد كرة القدم. كأس العالم وقعنا في مجموعة كويسة وسهلة، نتمنى من حسام حسن أن يستعد كويس لهذه المجموعة، ولا يعني يضع في الاعتبار أن المجموعة سهلة وأن المجموعة ممكن مصر تحقق فيها نتائج وكلام زي كده.
استعد مظبوط واحترم الخصوم عشان تقدر تطلع لقدام. دمتم وفي امان الله.